تعال أوريك الذكاء الاصطناعي بيفهمك إزاي خطوة بخطوة. أول حاجة، هو مش بيبدأ يفكر فيك، هو بس بيبدأ يراقبك. يعني مثلا عندك فيديو معين، يا ترى وقفت عنده قد إيه؟ عملت له لايك ولا لأ؟ عديت عليه بسرعة ولا لأ؟ كل الحركات دي بالنسبة له مش مشاعر، كل الحركات دي بالنسبة له أرقام. كل فيديو أنت بتشوفه بياخد سكور معين. يعني مثلا لو أنت كملت الفيديو للآخر بتاخد موجب واحد، لو خرجت منه بسرعة بتاخد سالب واحد. ومن هنا بيجي الشغل الحقيقي، وهو التحليل أو الأناليسيس. الأرقام دي كلها بتدخل في الجوريزم، أو بنقول عليها معادلة رياضية معينة. يعني كل حركة منك بيكون ليها وزن معين. النظام بيبدأ يجمعهم علشان يفهم إيه اللي شدك أكتر. بعد ما بيفهمك بالأرقام بيبدأ يتوقع أو بيحصل حاجة اسمها البريدكشن. يعني يقول الشخص ده بنسبة كبيرة هيحب النوع ده من الفيديوهات. الخلاصة يا صديقي، هو مش بيقرأ أفكارك، هو بيحولك لموديل رياضي أو نموذج رياضي، بيعمل منك نسخة بس بالأرقام. السؤال بقى، إزاي النموذج ده بيبقى دقيق جدا لدرجة إنه عرف إزاي أنا بفكر في إيه؟ ده اللي هنفهمه مع بعض الفيديو الجاي. اكتب AI في الكومنت واستناني الفيديو القادم.